تفتكروا ايه الانشطه اللي ممكن نعملها نكون بيها ذاكره الطفل؟ اول حاجه ان ممكن اخليه يبص في الاوضه ويغمض عينه ويقول لي ايه الالوان اللي ممكن تكون بارزه او موجوده في الاوضه. ممكن كمان اخليه انه يقول لي في كام حاجه لونها اخضر في الاوضه، او في كام لعبه شكلها الفلاني في الاوضه. ابدا اختار حاجات محدده ويقول لي عددها او هي موجوده او لا. يعني في كذا طب في كذا لونه احمر مثلا، يقول لي او لا. ده بيخلي ان الطفل يحتفظ بالصور لفتره اطول، وبالتالي هيساعده على انه يفتكر التفاصيل ويحتفظ بيها. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نحكي حدوته ونخلي الطفل يعيدها. لو انا رخمه وعايزه اصعبها على الطفل، ببدا احكي له حدوته واساله في التفاصيل اللي موجوده فيها، زي فلان اللي عمل كذا كان اسمه ايه، وفلان عمل كذا بعد ما حصل ايه. ممكن بدل ما تكون قصه يكون مشهد معين، وابدا اساله في تفاصيل. هو فلان كان لابس ايه في المشهد الفلاني؟ طب هل كان في موبايل في ايده وهو بيكلم فلان؟ ويبدا يحكي لي التفاصيل. حاجه بسيطه تانية ممكن تعمليها وانت واقفه في المطبخ، انك تقولي له يلا تعالى هنلعب لعبه سوا، وان احنا نعرض عليه ارقام ويبدا يقولها. يعني 3 8 6 4 2 5 8، ونبدا نزود عدد الارقام ان هي تبقى 358 486، ويبدا يقولها ونبدا نزود تدريجيا. طبعا دي الانشطه البسيطه اللي ممكن تعمليها مع طفلك في البيت تحسن من الذاكره. ولكن لو انت فعلا عندك مشكله مع الطفل والمشكله دي واخده من تركيزك، ممكن ان انت تحجزي تقييم او تجيبيه المركز نتاكد لو عندها صعوبات في الذاكره ونقعد معاه ونحلها. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير ودمتم بخير.